Unit 1 Lesson 1 and 2 Part 2. أهلا بكم في الوحدة الأولى، الدرس الأول والثاني، الجزء الثاني. النهاردة هنتكلم عن pronouns اللي هي الضمائر. pronouns ضمائر. أول حاجة، الضمائر عندنا تتقسم لأكتر من نوع. في عندنا حاجة اسمها ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول، صفات الملكية، وضمائر الملكية. وفي برضو حاجة خامسة اللي اسمها ضمائر منعكسة، بس احنا النهارده هنتكلم عن ايه؟ ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول، صفة الملكية، ضمائر الملكية. أول حاجة ضمائر الفاعل، من اسمها كده. يعني ايه ضمير أصلا؟ ضمير هو من ينوب عن كلمة، والفاعل فيحل محل الفاعل. يبقى إذن ضمائر الفاعل هي كلمات بتنوب عن أو محل الفاعل. مثال: I, he, she, it, we, they, you. كل الضمائر ديت بتأتي في بداية الجملة مكان الفاعل. he هو وأعوض عنه مفرد مذكر، she هي مفرد مؤنث، it الغير العاقل، they هم، ونحن، وهكذا. فكمان مرة ضمائر الفاعل بتحل محل الفاعل في أول الجملة. تمام؟ اللي بعد كده ضمائر المفعول، نفس الكلام برضو، بتحل محل المفعول وتأتي في نهاية الجملة أو بعد الفعل أو بعد حرف الجر. me, him, her, it, you, them, us. فكمان مرة ضمائر المفعول بتحل محل المفعول، مثل me, him, her, it, you, them, us. ولازم ناخد بالنا كويس من ان الضمائر دي كلها بتأتي بعد الفعل وبعد حرف الجر. الجزء اللي بعد كده صفات الملكية وضمائر الملكية. طب دي بتعبر عن ملكية ودي برضه تعبر عن ملكية، بس في فرق بينهم بقى. ايه هو الفرق؟ ان صفات الملكية ديت من اسمها كده صفة، فلازم يجي وراها على طول ايه؟ اسم. يبقى صفات الملكية زائد اسم. اما ضمائر الملكية لا يتبعها شيء، يبقى اذا صفة الملكية لازم يتبعها شيء مملوك، اما ضمائر الملكية لا يتبعها شيء. تمام؟ صفة الملكية زي ايه؟ my, his, her, its, your, their, our. ضمائر ملكية mine, his, hers, yours, theirs, ours. الجزء اللي بعد كده بكلمة تفصيل عن subject and object pronouns، ضمائر الفاعل وضمائر المفعول. أول حاجة I في ضمائر الفاعل تحول إلى me. you هي you. he him she her it we us. you هي you. they them. لو حد لاحظ معايا كلمة you، ضمير you اتكرر معايا مرتين، لأن you ديت ليها معنيين. you معناها أنت أو أنتي، ويو التانية معناها إيه؟ أنتم للجمع. تمام؟ فهي بتيجي معنيين، أنت أو أنتم للمفرد والجمع. تمام؟ الجزء اللي بعد كده لازم ناخد بالنا من تحولات كل الضمائر دي. ضمير الفعل يحول إلى إيه؟ يعني I تحول إلى me، you تحول إلى you، he him she her it we us they them، وهكذا. لازم ناخد بالنا من الحاجة دي كويس، ولازم ناخد بالنا الضمائر دوت مكانه فين في الجملة. لو مكانه فاعل يبقى ضمير فاعل، لو مكانه في المفعول مكان المفعول يبقى ضمير مفعول، وهكذا. اللي بعد كده possessive adjectives possessive pronouns، ضمائر الملكية وصفات الملكية. صفات الملكية زي ما قلنا قبل كده لازم هي صفات بتدل على الملكية، فلازم بيجي وراها الشيء المملوك. تمام؟ my pen، this is my pen. your book، his jacket، her dress. I have a car، its color. our house، your car، their bike. my تحول إلى mine في ضمائر الملكية. your yours، his her hers. its هي its أو ممكن مهياش أصلا. our ours، your yours، their theirs. ولاحظ هنا عشان نسأل عن شيء المالك مثل بإيه؟ بكلمة whose عشان نعبر عن الملكية. ملك من؟ لمن؟ whose بيتبع الشيء المملوك. whose pen is this؟
milkman هذا القلم. It's my pen إنه قلمي. It's mine إنه ملكي. Whose shoes are these? They are Huda's shoes. They are hers ملكها. They are Huda's إنه ملك هدى. أما belong to بيتبعها مالك الشيء. belong to معناها إيه؟ تنتمي لي أو ملك من أو تخص فلان، فيتبعها إيه؟ المالك. إذن whose بيتبعها الشيء المملوك، أما belong to بيأتي بعدها إيه؟ المالك، الشخص المالك ذات نفسه. This dress belongs to my sister. هذا الفستان ينتمي إلى أختي. These shoes belongs to my father. هذه الأحذية تخص أبي. It's my father's car. إنها عربية أبي. It belongs to him. إنها تنتمي له. تمام؟ الجزئية اللي بعد كده. This book is Mona's. It belongs to hers. It belongs to hers. الصح هنا تبقى hair. ليه؟ اشمعنى hers؟ ما هي ضمير ملكية. مش ضمير ملكية، ضمير ملكية بتاع شيء اسمه hers. لا غلط، دي مش ضمير ملكية. هنا نحط جيب ايه؟ ضمير مفعول. اشمعنى ضمير مفعول؟ اشمعنى اخترت ضمير مفعول؟ ما اختارش ضمير ملكية. ليه؟ عشان هنا في حرف جر. اتفقنا قبل كده لو شفنا اي حرف جر او فعل بيأتي بعدها ايه؟ ضمير مفعول. تمام كده؟ هتبقى hair. ناخد بالنا كويس. The red bag doesn't belong to me. My is black. هنجيب ضمير ملكية من my اسمه mine. تمام؟ عشان ما نباعوش بعد كده حاجة خالص، يعني ايه؟ بنعبر عن الملكية وما نباعوش شيء. هدى and عمر love them parents. هنا الشيء مملوك فيأتي قبلها على طول ايه؟ صفة ملكية من them اسمها their، تبقى their parents. تمام؟ الجزئية اللي بعد كده choose. اللي بعد كده write it right. اكتبها بدقة أو اكتبها بشكل صحيح. How to write about your family. ازاي تكتب عن عائلتك، ازاي اكتب دلوقتي سيرة ذاتية عن عائلتي. أول حاجة ببدأ باسمي. My name is عمر. My name is سارة. تمام؟ بعد كده I am نقط years old. بكتب ايه على السنوات، عمر قد ايه. I am مثلا 12 years old. I am 15 years old. تمام. My dad's name is he is an كذا، بمعنى اسم أبي يكون وهو يعمل مثلا محامي، مدرس. My mom's name is اسم أمي يكون she is a أو an زائد اسم وظيفة. يعني بكتب اسم أبي بعد كده ايه وظيفته، بكتب اسم أمي بعد كده ايه وظيفتها. I have أنا أمتلك عدد brothers and عدد sisters. أنا أمتلك عدد من الأخوات وعدد من الأخوات. بكتب أي عدد اللي هو عندي اللي أنا أمتلكه فعلا. My grandfather is called جدي يسمى أو يدعى واكتب اسمه. My grandmother is called جدتي تسمى أو تدعى واكتب اسمها. I have أنا لدي عدد cousins. I love my family. أنا أمتلك عدد من الأولاد العم وبحب إيه عائلتي. تمام؟ ديت يعني ايه هنت بسيط او تلميح ايه اللي ممكن اكتبه لما يكتب عن السيره الذاتيه. تمام. اهم حاجه لازم نستخدم حروف كابيتال في بدايه كل جمله، يعني في اول كل جمله لازم ابدا بحرف كابيتال. تمام. اسماء الاشخاص، المدن، البلاد، الاماكن السياحيه دي كلها بتبدا بحرف كابيتال، اول حرف فيها حرف كابيتال. تمام. يبقى كمان مره اول جملة أسماء الناس، أسماء البلاد والمدن، أسماء الأماكن السياحية دي كلها بتبدأ بأول حرف فيها حرف كابيتال. تمام. في بعد كده examples مثال على my family tree شجرة عائلتي. السيرة الذاتية عن إيه؟ العائلة اللي أنا بتكلم عنها. My name is طارق. اسمي طارق. I am 12 years old. أنا عندي كام سنة؟ عندي 12 سنة. I love sports. أنا بحب الرياضة جدا. I go to preparatory school for boys. أنا بذهب للمدرسة الإعدادية الخاصة بالولاد. My dad's name is علي. اسم أبي يكون علي. He is a teacher of English. هو معلم لغة إنجليزية. He is a good teacher. هو معلم جيد. All the students like him. جميع الطلاب بيحبوه. He is kind and friendly. هو عطوف وودود. My mom's name is آية. اسم أمي يكون آية. She is a nurse. هي إيه؟ تعمل كممرضة.
She works in a big hospital. هي تعمل في مستشفى كبير جدا. She helps sick people. بتساعد الناس المرضى. I have one brother and one sister. يعني أنا لدي أخ واحد وأخت واحدة. My brother is called حسام. He is 9 years old. اسم أخي يكون حسام. هو عنده 5 سنة؟ عنده 9 سنوات. My sister is called نهلة. She is 7 years old. أختي اسمها نهلة. عندها كم سنة؟ عندها 7 سنوات. My grandfather is called صبري and my grandmother is called صفية. يبقى كده جدي اسمه صبري وجدتي اسمها ايه؟ صفية. I have two cousins بهاء and عمر. أنا لدي ابنين عم، ولاد عم اتنين. هما ايه؟ هما مين؟ بهاء وعمر. We live in a big city. نحن نعيش في مدينة كبيرة جدا. I love my family very much. أنا أحب عائلتي بشدة. تمام؟ دي مثال ايه اللي ممكن نكتبه لما اجي اكتب عن my family tree، شجرة عائلتي. تمام؟ الجزء اللي بعد كده. وبكده انتهى الجزء الثاني من الدرس الأول والثاني. إن شاء الله أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي في الدرس الثالث والرابع الكلمات.